تأتي النهاية. ألف مبروك للفريق الشبابي على هذا القتال القوي والعمل من أجل النقاط الثلاث. وشوف الصورة، وليد عبد الله وسامي والفرح الكبير والعمل الكبير اللي قام فيه فريق الشباب من أجل هذه المباراة. هنا الجمهور اللي يسعد بفريقه بفوز في دقائق أخيرة بعد ما عانوا في المباراة، وعانوا من فريق دافع وقاتل بشكل كبير. هنا أنجوس راح ينهار بعد كل هذا العمل الكبير اللي قام فيه. حظا أوفر الفريق الفيصلاوي، ليست يعني أمر سلبي بشكل كامل، لا زال في الدوري بقية. ألف مبروك لفريق الشباب، حظا أوفر لفريق الفيصلي. تحيتي محدثكم أحمد خالد النفيسة، وألقاكم إن شاء الله في مباريات رياضية قادمة. زميل العزيز تركي تفضل. إذا تنتهي المباراة بانتصار فريق الشباب في الدقائق الأخيرة بهدف إسماعيل المغربي عند الدقيقة 93. يتقدم الشباب بهدف وحيد وتنتهي عليه المباراة. نشأت العنوان العريض للمواجهة. يعني الشوط الثاني كان أفضل نسبيا من الشوط الأول. ممكن أنه التغييرات اللي حدثت مع سامي الجابر ممكن نشطت الجانب الهجومي. في المقابل أكيد أنجز تدخلاته كذلك ممكن كانت مناورات بين المدربين. العنوان الأبرز للمباراة والشوط